ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا هوريكم ازاي افرد شعري للعيد او اي مناسبة او حتى الايام العادية. بصوا شعري مفروض ازاي وناعم وشكله طبيعي جدا من غير ما اعمل اي حاجة فيه، يا دوبك بس حطيت. مش هحرق عليكم المفاجأة، تابعوا الفيديو للنهاية. اول حاجة انا هستخدم المكوة اللي هي دي بتاعة الشعر. هنخلي درجة الحرارة 230 عشان تفرد من اول مرة. اول حاجة هعملها هو ان انا هدهن شعري باي كريم انتي بترتاحي فيه، بس عشان يرطب الشعر وعشان يعمل طبقة عازلة بين الحرارة وما بين الشعراية، بحيث ان هو محرقش الشعراية قوي، بحيث ان هو يعني ايه ما يبوظ الشعراية قوي، لان طبعا الحاجات دي بتبوظ الشعر، يعني مش هضحك عليكم. لكن احنا بنبقى عايزين نحس ان احنا ايه، شعرنا مفروض وامامير. فزي ما انتوا شايفين بدهن شعري كله بالكريم ده. انا افورت الصراحة ودهنت شعري كله كله كله. لا، هو انتي بتحطي طبقة بس مرة واحدة كده على الشعراية، خفيفة. ماشي، وبستخدم المشط الخشب ده بسرح بيه شعري زي ما انتوا شايفين، عشان بس اتأكد ان شعري ايه، متسرح، مفيش اي تشابك، مفيش اي حاجة يعني، زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وبحاول برضو ان انا اخلي الكريم اللي انا دهنته يندمج في الشعر زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الفرق ما بين الشعر اليمين والشعر الشمال ده، تحسوه كده مفرود، بس عشان ايه؟ حطيت فيه كريم. فبعد ما حطيت كريم هنا احاول ان انا افرق الشعر زي ما انتوا شايفين، واحط برضو كريم. ابدأ بقى اسرحه علشان افرده بقى بالمكوى زي ما انتوا شايفين، اسرحه كويس جدا جدا جدا. بعدين هجيب المكوى السشوار دي، بصوا درجة الحرارة كام، وهمشيها بالراحة على الشعراية زي ما انتوا شايفين كده، بنشد بالراحة. بصوا بعد ما فردت شعري احاول ان انا اسرحه. عايزه اقول لكم شعري سخن جدا اهو. بصوا الحته دي اتفردت. نقوم جايبين توكة ومرجعين الشعر ورا، ونقوم نسرح الجزء التاني من الشعر ونفرده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى الفرق ما بين الناحيه اليمين والناحيه الشمال. الناحيه دي اتفردت، هأكد عليها بس تاني. دلوقتي انا هحاول افرد القصص، مش عارفه ليه مش راضيه تتفرد معايا، بس انا هحاول اجرب اكتر من طريقه معاكم. اقوم شدها قدام كده واحاول ان انا افردها. احاول ان انا افرد شعري تاني، بأكد بس. بصوا الفرق. دلوقتي الحتة دي فردتها، فاقوم لفها بتوكة علشان الجزء اللي هو ده ما يخشش على الجزء ده، بحيث ان هما يبقوا الاتنين منفصلين. هربطها كده بالتوكة. دلوقتي هفرد الناحية التانية، هسرح شعري كويس جدا بحيث ان انا اتأكد ان مفيش اي حاجة خالص معصلجة في شعري. وبعدين هبدأ اقسمه بالشكل ده كده، هاخد الحتة دي واقوم افرد شعري بيها. هجيب المكوة وابدأ امشيها على شعري بالراحة قوي علشان يتفرد معايا بمنتهى السهولة من اول مرة. طبعا ده على اعلى حرارة زي ما انتوا شايفين، اتفردت من اول مرة. وشعري سخن جدا، بصوا البخار بيطلع منه ازاي. احاول بقى اعمل القصص دي بعدين او اعملها دلوقتي. هي مش لازم تتفرد، فهي ليها طريقة معينة القصص دي. يعني انا بحاول مع القصص افردها. هي اتفردت بس طلعت فوق، والبتاع بيطلع بخار سخن جدا، خلي بالكوا يا بنات. هحاول افصل شعري اللي هو مستشور عن الشعر اللي هو لسه مستشورش زي ما انتوا شايفين كده.
وهاخد بقى الجزء ده احاول افرد شعري بيه، هسرحه الاول كويس جدا، اتأكد ان مفيش اي تشابك او اي حاجة. هحاول افرد الجزء ده زي ما انتوا شايفين، اشده بالراحة، احاول بقى اعمله من الجنب برضو. بصوا عملت له رول شعري وحطيت حرارة عليه علشان يتفرد، تقريبا كده شعري اتفرد، يدوبك بس اكد عليه اهو. حاول اسرحه بالمشط، بصوا اتفرد فردة، يعني مفيش فردة اكتر من كده الصراحة. بسرحه اهو بالمشط، كل ده من سحبة واحدة بالفرشة الحرارية. بصوا سموا الله بس يا جماعة. دلوقتي عملت شعر الورو علشان يتفرد، لكن شعري من ورا اتفرد خلاص، وده الشكل النهائي يا جماعة زي ما انتوا شايفين.